أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية حكما قضائيا من شأنه بحسب وسائل إعلام ألمانية أن يجعل حصول المواطنين السوريين على حق اللجوء في ألمانيا أصعب، فبحسب رأي القاضي الذي أصدر الحكم لم تعد حياة المدنيين في سوريا مهددة بشكل جدي. القاضي رفض طلب تقدم به لاجئ سوري يعترض على رفض منحه حق الحماية الثانوية سبسيديار شوتس في ألمانيا. الحكم يؤسس لتغيير في التعامل مع السوريين في ألمانيا بحسب قناة WDR الألمانية، فالكثير من السوريين في ألمانيا حصلوا على حق الحماية الثانوية الذي يعني أنه لم يعترف بهم كلاجئين، ولكن مع ذلك يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب ظروف الحرب في بلادهم. تكمن أهمية حكم محكمة مونستر أنه أول حكم من محكمة عليا لا يرى أن الحرب في سوريا تشكل خطرا حقيقيا على المدنيين. فعلى الرغم من وجود مناوشات بين تركيا والوحدات الكردية في محافظة الحسكة ووجود بعض الهجمات من قبل تنظيم داعش الإرهابي من حين لآخر، فإن هذا لا يجعل المدنيين يخشون على حياتهم. في القضية المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر، رأى القاضي أن صاحب الدعوى متورط في جرائم تهريب بشر من تركيا إلى ألمانيا، وكان حكم عليه بالسجن لعدة سنوات في النمسا. وتحديدا لهذا السبب رأى القاضي أنه يجب عدم منح صاحب الدعوى حق الحماية الثانوية. لا يزال حكم المحكمة غير نهائي. توفي شاب يبلغ من العمر 18 عاما بعد أن ضربته صاعقة على أعلى جبل في ألمانيا، وبحسب الشرطة فإن الشاب قاد سيارته مع رجلين آخرين من شمال لارين شرطة إلى زوكسبيتس ارتفاع 2962 مترا، وسار إلى القمة على مسافة ليست بعيدة عن شرفة المحطة الجبلية. وفي طريق العودة أي على بعد أقل من 80 مترا ضرب البرق عدة مرات وبعنف منطقة القمة يوم الأحد. أصيب الشاب بجروح قاتلة. تمت رعاية رفاقه من قبل خدمة التدخل في الأزمات. جعلت العاصفة جهود الإنقاذ صعبة. لم تكن المروحية قادرة على الطيران، ولم يكن زوكسبيتسباون قادرا على القيادة. وقيل إن الإنقاذ لم يكن ممكنا إلا مع تأخير شرطة، أيضا لأن البرق ضرب عدة مرات في منطقة المحطة الجبلية والقمة. جمعت الحكومة الفيدرالية أموال أكثر مقارنة بالعام الماضي، ولكن العجز لا يزال قائما. ففي النصف الأول من عام 2024 زادت الإيرادات الضريبية إلى 176.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية، حصلت الحكومة على حوالي 20 مليار يورو من الإيرادات الأخرى، مثل إيرادات الفوائد ومدفوعات الرسوم وعوائد بيع الاستثمارات. في الوقت نفسه انخفض الإنفاق الفيدرالي بنحو 4%، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة. لكن الحكومة اضطرت إلى زيادة الإنفاق على دعم المواطن والتأمين على المعاشات التقاعدية مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ونتيجة لذلك سجلت الميزانية الفيدرالية عجز قدره 23.6 مليار يورو بنهاية يونيو. تخطط الحكومة الاتحادية لتحمل 11.3 مليار يورو إضافية من الديون من خلال ميزانية تكميلية، وسيكون هناك قوانين إضافية بما في ذلك قانون الضرائب السنوية لعام 2024 الذي يحتوي على عدة تدابير لتعزيز الديناميكية الاقتصادية. صحفي ألماني يشتكي من تعرضه للضرب على يد طفل سوري عمره 13 عاما في مدينة هوسون في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية. كتب الصحفي كريستيان نيف، عمل ل26 عاما كصحفي لدى مجلة دير شبيغل، أنه تعرض للضرب من طفل سوري لاجئ عمره 13 عاما لانه دافع عن سيدتين مسنتين طلبتا من الطفل للتوقف عن البصاق أمام قدميهما أثناء وجودهما في حديقة عامة. ولدى لجوئه للشرطة أبلغ الصحفي أن هذا الطفل ارتكب 50 جريمة منذ بداية عام 2024 تتراوح بين السرقة وجنح العنف، وأنهم أي عناصر الشرطة عاجزون عن فعل شيء لأن الطفل لم يبلغ السن القانونية التي تجعله مسؤولا قانونيا عن أفعاله، وهي محددة في ألمانيا ب14 عاما.
إن تحول للطاقة له الأولوية في الإيمانية، لكن الفقرات التي لا تعد ولا تحصى وتخفيض عدد الموظفين والافتقار إلى الرقمنة تسببت بالفعل في فشل هذا في المكتب. في الواقع كل شيء يجب أن يحدث بسرعة كبيرة، وبحلول عام 2030 تريد الحكومة الفيدرالية ضمان أن 80% من الكهرباء في ألمانيا تأتي من مصادر متجددة شرطة بما في ذلك من خلال التوسع في طاقة الرياح. ولكن الحقيقة هي أن ألمانيا أخطأت أهدافها للتوسعية في السنوات الأخيرة حتى الآن. على سبيل المثال، تم تحقيق حوالي 20% فقط من الأهداف، كما يتضح من بيانات وكالة الشبكة الفيدرالية وتحليل أجرته إنديور. هناك سببان من أهم الأسباب: عمليات الموافقة المطولة والسلطات المثقلة بالأعباء.